تسبيحة بتقص الخبز بهي الطريقة. أنا بحب هذا الخبز أكتر من الجاهز، وبتتنوع بهي الطريقة لحتى تعرفوا. بس أول وحدة بتتنوع لتعرفوا الحجم اللي بدكم تحطوا فيه اللحمة. هي اللحمة هون أنا مجهزتها لحمة مفرومة ناعم مع رشة بقدونس، حبة بصل كبيرة، حبة فلفل حلوة، وحبتين بندورة مقشرين مفرومهم بالفرامة بحطهم فوقهم مع رشة ملح، معلقة دبس رمان، معلقة طحينة، معلقة دبس الفليفلة، وبتخلطوهم مع بعضهم وذوقوا الطعم رهيبة. بتحطوا بهيدا الشكل وبتتنوع هيك، ما بينزل منها شي أبدا ولا بتش ولا شي، كتير حلوة. وليكوا شكلها شو حلو ومهضوم. هيك عملتهم أنا هون، جهزتهم. وبعدين جبت المقلية التيفال، حميتها على النار ومسحت هيك مسحة زبدة فيها، وحطيت شوية السفيحات. بتجيبوا حيلا طبقة شي، طبقة طنجرة مقلية أي شي، وبتحطوها عليهم لحتى تضلها مكبوسة منيح على بعضها، تلزق ببعضها ما بتفتح أبدا. وهيك النتيجة شوفوا شو حلوة. رشيت هيك للتزيين دبس رمان. جربوها وادعولي، وألف صحة وهنا، وما تنسوا اللايك والاشتراك.